حتى ولو كان استقرار هش نسبيا، أو حتى ولو كان استقرار يتخلله بعض الانتكاسات الموضوعية تتنقل من منطقة إلى أخرى، تخنق الفتنة في هذه المنطقة فتطل برأسها من مكان آخر، تخنقها هنا فتطل مكان ثالث. ولكن رغم كل ذلك لا زال لبنان يعني يتمتع بحالة استقرار نسبي يعني مقبول ومعقول. نعم. أنا أعتقد بأن هذا الحرص أو هذا الدعم للبنان جيد، وربما في ظل هذا الدعم لاستقرار لبنان ولدت هذه الحكومة. بس أنا التفسير بالقول بأن هذه الحكومة ولدت بجهد إقليمي يعني حرام. هذا في ظلم للبلد. بذل جهد محلي استثنائي، ورغم كل ما كان يظهر يعني على السطح في بعض الحالات من يعني سدود ومن آفاق مقفلة ومن غياب أي إمكانية للتفاهم، وانقسام عمودي اجتهد اللبنانيون، اجتهدوا حتى يعني اكتشفوا عند بعضهم البعض المساحات المشتركة المعينة، وإن كان على الكثير من الخلافات أو رغم اتساع رقعة الخلافات، وأنتجوا حكومة. هذا شيء جيد، هذا شيء جيد. ولكن وفيما يخص الاستحقاق الرئاسي، حتما لبنان دولة رغم صغر مساحتها ورغم قلة عدد سكانها وقلة مواردها. لبنان دولة مهمة، دولة مهمة بموقعها، دولة مهمة بديناميكية شعبها، دولة مهمة بإعلامها، دولة مهمة بقدرة الإعلام اللبناني والرأي العام اللبناني على التأثير يعني بالمحيط، أنه في إعلام حر وفي كل شيء يحكى ويناقش كل شيء، وهذا بحد ذاته يؤثر. لبنان دولة مهمة، وبالتالي نعم ربما يكون هناك حتما تأثير في على بلبنان عفوا. ولكن أنا أعتقد بأنه كلما حسم اللبنانيين أمرهم ليكتشفوا المصلحة الحقيقية للبنان، كلما أصبحوا أو كلما اكتشفوا بأن هناك إمكانية لأن يحلوا خلافاتهم بأنفسهم، وهناك إمكانية لأن يخففوا إلى الحد الأدنى إمكانية التدخل الخارجي. وكل ما يعني ذهبنا باتجاه استردار الدعم من الخارج، كل فئة تحاول أن تستدر دعم أو ترتبط بعلاقة عضوية مع دولة أجنبية، سميه تحالف، سميه علاقة عضوية، سميه اللي بدك إياه. نعم. كل ما زاد منسوب هذا الوضع، كلما زاد التدخل الخارجي في الشأن اللبناني. طيب دكتور، وبالتالي هذه قضية ليست ثابتة، هي قضية دائما معرضة لأن تستفحل وتزيد البلد وهن، وهي معرضة أيضا لأن تنحصر وتزيد البلد قوة ومناعة. كيف يتعاطى اللبنانيون إذا انكفأ اللبنانيون أو إذا ارتد اللبنانيون إلى الداخل ليكتشفوا بعضهم البعض، وليرى كل لبناني بأن قوته في اللبناني الآخر، قوته في ابن بلده، قوته في شريكه بالوطن، وليس قوته في مكان آخر. كلما اكتشفنا هذه الصورة، كلما اكتشفنا أو كلما ازدادت مناعة لبنان، وكلما ازدادت يعني إمكانية أن تصبح كل استحقاقاتنا تصبح استحقاقات لبنانية صرفي. نحن في منطقة وسطية. أنا لا أقول بأن ليس هناك من تأثير، وأيضا لا أقول بأن العامل الداخلي هو يعني هو ثانوي. لا، العامل الداخلي أساسي، وهناك حتما تأثير إقليمي. يعني في ظل هذا التأثير المتبادل وبما تبقى لدينا من وقت قصير، هناك كلام لمسؤولين أمريكيين تحديدا فيه يعني شيء من التناقض، لا أدري إذا كنت يمكن أن تشرحه لي. المستشار الأسبق لوزيرة الخارجية الأمريكية سفير فريدريك هوف يقول في حديث إذاعي: هناك احتمال للفراغ الرئاسي بلبنان بسبب ترددات أزمة سوريا عليه. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف؟ مقابل ذلك مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط لورانس سيلفرمان قالت أن التحدي السياسي هو انتخاب رئيس للبلاد، يعني وأن حكومتها أوضحت لجميع المعنيين بالأمر موقفها القوي من إجراء الانتخابات في موعدها.
يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الموقف؟ يعني أنا لشخصين أحسن يتعاطين السياسة الأمريكية أحسن يعني تناقض. أحسن إنه هذا الموقف يفسروه الأمريكان يعني. بس أنا إذا بدك أنا كيف بقرأ كيف يعني أنه قراءتك ربما المسؤول الأول الذي قال بأن انعكاس للأزمة السورية على لبنان، وهذا ربما يعرض لبنان إلى فراغ. بتعرف أنه النظام السوري لازال حتى اليوم يحاول أن يعني يصور نفسه بأنه لازال صاحب كلمة في لبنان. ومن فترة مش طويلة أبدا الرئيس السوري طلع على الإعلام ليقول بأننا نريد رئيسا ممانعا. على أساس هو ممانعته يعني جابت نتائج كثير مهمة للشعب السوري. وهناك بعض يعني من يقرأ نعم. بأنه ربما إذا استطاع النظام السوري ربما يلجأ إلى تعطيل الانتخابات في لبنان لتكون ورقة في يده من أجل السماح لإجراء الانتخابات في سوريا. ربما يعني هذا لكن عامل الوقت هذا عامل الوقت قريب جدا. نعم. نحن عندنا الانتخابات ب 25 أيار تنتهي ولاية الرئيس، هن نعم. عندهم بحزيران. وبالتالي إذا استطاع النظام السوري أن يلعب هذه الورقة بأن يقوم من خلال حلفائه، من خلال حلفائه الإقليميين أو الداخليين، يعني في اللعب على هذه القضية ربما. طيب دكتور، إذا كان المقصود بحلفاء الإقليميين الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك حديث واضح لدبلوماسي يعني أمريكي عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق نووي إيراني دولي. وهناك حديث لسعادة السفير الإيراني في بيروت عن اتصالات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، وأن الأمور تتجه يعني سؤالي هنا بين مزدوجين. نحن نتمنى ذلك، يعني نتمنى ماذا؟ نتمنى للجمهورية الإسلامية في إيران الازدهار والتقدم، وأن يعني تجد الحلول المناسبة لكل مشاكلها، أكان مع المجتمع الدولي حول قضية الملف النووي الإيراني أو ما سواه أو سواه. نعم. ونتمنى أن يكون بين لبنان كدولة وبين الجمهورية الإسلامية في إيران أفضل العلاقات أيضا، ولكن هذه العلاقات يجب أن تكون من دولة إلى دولة. نعم. من دولة إلى دولة. ثانيا، نحن نتمنى أن تكون العلاقات جيدة جدا بين إيران كدولة هامة في المنطقة من حيث عدد السكان، من حيث المساحة، من حيث هذه الجمهورية، يعني هذه إيران، هذه بلاد فارس، ومن حيث موقعها الاستراتيجي، من حيث يعني إيران ثقل اقتصادي وعلمي وحضاري كتير كبير، وبين المملكة العربية السعودية وبين إيران وبين كل الوطن العربي. نعم. يعني نحن نريد أن تدخل العلاقات الإيرانية العربية أن تدخل من باب المؤسسات، وليس من باب تصدير الثورة مثلا، وليس من باب يعني إيجاد الموالين، تنظيمهم وتمويلهم وتسليحهم وأمرتهم وتوظيفهم. يعني هذا الأمر ينعكس على الساحة اللبنانية بشكل إيجابي من وجهة نظرك؟ حتما ينعكس. إذا ذهبت العلاقات اللبنانية أو اللبنانية الإيرانية أو العربية الإيرانية باتجاه الدخول إلى التعاون من باب المؤسسات، وليس من باب تنظيم كما من باب مبدأ تصدير الثورة، نحن ننتظر علاقات عربية إيرانية ولبنانية إيرانية، ننتظر ونود أن نرى علاقات مزدهرة، علاقات فيها مصالح مشتركة وفيها رعاية للمصالح المشتركة وفيها حرص على زيادة حجم التعاون والتبادل في كل المجالات، ونحن نتمنى ذلك. وأنا أؤمن بأنه إذا ما استطاعت إيران والمجتمع الدولي أو إيران والدول الست التي يعني تجري المحادثات معهم في الملف النووي، إذا ما استطاعوا إنجاز هذا الملف، أنا أتوقع أن يعني يتم مصالحة إيران مع الشرعية الدولية، وأن يصبح دور إيران في المنطقة دور بناء، بمعنى أن تصبح إيران ترعى علاقات مع كل دول المنطقة، ترعى مصالح مشتركة ومن خلال المؤسسات، وهذا يستجيب لمصلحة كل الشعوب، لمصلحة الشعب الإيراني
ولمصلحة الشعوب العربية. نتمنى نعم. ذلك. نعم. طيب دكتور أمين، يعني قبل أن نختم بدقائق يعني لو سمحت، هناك كلام لمسؤولين عن 3 سيناريوهات دولية أو أولويات دولية لمسألة الاستحقاق الرئاسي. السفراء الغربيون كما سرب سيبدأون يعني جولتهم على المسؤولين المحليين للقول أو لإبلاغهم بهذه العناوين. العنوان الأول: ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. ثانيا: عدم تعديل الدستور. ثالثا: رفض وقوع البلاد في الفراغ تخوفا من طرح موضوع التمديد من هذه الزاوية. كيف يمكن أن تقرأ هذه العناوين الثلاث بشكل يعني موجز؟ أنا الحقيقة أعربت كل دول العالم، كل الدول، وبالأخص قلت لك قبل شوي كل الدول صاحبة يعني الثقل والمؤثرة عالميا عن رغبتها بالحفاظ على استقرار لبنان. في لبنان هناك انقسام سياسي حاد. نحن لا زلنا نعيش هذا الانقسام، وإن كنا نعيش اليوم فترة فيها شيء من التعايش والتعاون، وفيها شيء من حياكة مساحة مقبولة من العمل المشترك داخل الحكومة. نعم. إذا كان بعض الدول أو بعض السفراء، أنت تعرف السفراء يعني حتما بيكون عم ينطلب منهم من دولهم تقارير إنه كيف الأجواء تسير، كيف مزاج القوى السياسية، كيف الترشيحات، ما هي إمكانية المساومة بين هذا المرشح وذاك، ما هي فرص هذا وذاك، ما هي فرص تطوير تأمين النصاب، فرص تطوير النصاب، ما هو انعكاس ذلك على استقرار لبنان والأمن في المنطقة. حتما هؤلاء السفراء مطلوب منهم تقارير مثل كل سفراء الدول بكل العالم. نعم. وربما يعربوا عن يعني فقط هم يعني يعطوا دولهم ولا لا يأخذوا بالعكس، ربما يعطوا نصائح. نعم. بس إذا أكرم أنت بتعرف إنه بلبنان الحقيقة بكثير من الحالات اللبنانيون يعني استجابوا لعصبياتهم وخلافاتهم الداخلية أكثر بكثير من الحالات، أكثر مما استجابوا لنصائح كان منها اسم كبير لمصلحة بلدهم. والا مين دخلك عمل 40 سنه حرب بلده؟ يعني انا بعتبر من 69 لحد هلا نحن بعدنا ما طلعنا من الحرب. نعم. من ال 75 لسنه ال 89 كانت حرب في خطوط تماس وفي مناطق مسكره على بعض البعض وفي كونتونات والى ما هنالك. من ال90 لحد هلا نحن بعدنا عايشين فتره من اللا استقرار، بعدنا عايشين فتره من المساكنة بين سلاحين، عايشين فترة من الأمن بالتراضي بمحل وبغير التراضي بمحل تاني، قضاء محل بيكون حاسم، محل بيكون على كل الأحوال يعني مترخي. الوقت دهمنا. يعني دكتور أمين وهبي عضو 14 من أذار سعادة النائب، سنتطرق للمسألة الأمنية والخطة الأمنية، ولكن مع الأسف الوقت يعني وقت البرنامج انتهى. لا يسعني إلا أن أشكرك على هذه المشاركة في المشهد اللبناني. مشاهدينا الكرام، أيضا أشكر سعادة النائب الدكتور ميشيل موسى كان معنا في سياق الحلقة، وأشكر جميع الفريق العامل معي في البرنامج. ألقاكم في حلقة جديدة من المشهد اللبناني الأسبوع المقبل. دمتم برعاية الله.